اهلا بحضراتكم. بنحييكم النهارده من مبنى عريق جدا، مبنى اتحاد الصناعات المصريه. يشرفنا جدا نبقى هنا النهارده. كنا في غرفه صناعات الطباعه والتغليف في اول اجتماع لمجلس الاداره، وطبعا هنتكلم عن الغرفه في ان شاء الله حلقات قادمه. يعني زي ما اتعودنا في كل مره في النيوز بنقول حاجات كده سريعه 3-4 نقط. فاحنا النهارده عايزين بس نتكلم عن اول حاجه الماكينات المهجنه. يعني ايه مهجنه؟ مهجنه او الهجينه اللي هي الهايبريد بريس. يعني هي ماكينات فيها اكتر من طريقه طباعيه واحده. يعني ممكن اعمل فليكسو مع انك جيت، اوفست مع انك جيت، ممكن اعمل فليكسو مع اوفست وكده. ودي طبعا بتبقى ميزه انه في خط انتاجي واحد بستفاد وباخد مميزات الطريقتين مع بعض. دي بقت منتشره جدا في التغليف وفي المعارض بنشوفها كتير جدا. حاجه تانية عندنا انه الاسطوانات الانيلوكس بتاعت الفليكسو، شفنا في شركات كتيره ابتدت تفكر وبتعمل وطبقت انها تنظفها وتعمل لها التنظيف 100% عن طريق الليزر. بالليزر يعني بقى تنظيف الانيلوكس بالليزر مش بمذيبات وحاجات. دي برضو من الحاجات الجميله جدا. حاجة تالتة بقالها زمان قوي فوق ال 40-50 سنة بنقول عليها اليو سي ار والجي سي ار. يو سي ار اندر كولر ريموفل، ازالة الالوان السفلية. جي سي ار جراي كومبوننت ريبليسمنت، استبدال المكون الرمادي. ببساطة شديدة دي موجودة في الفوتوشوب مجانا، موجودة من زمان، لكن ناس كتيرة ما تستخدمهاش ومش عارفاها. ببساطة احنا عندنا في فصل الوان لما نشوف نطبع اي حاجة بتلاقوا حضراتكم لما بنطبع السي ام واي سيان ماجنتا والاصفر بنلاقي الالوان قوية والاسود ضعيف جدا، بيجي يعمل لنا التباين والكونتراست. في اليو سي ار والجي سي ار العكس، يعني احنا بنقلل في الثلاثه لون وبنزود في الاسود. ليها مميزات كتيره جدا، لان طبعا انتوا عارفين احبار الالوان طبعا عارفين احسن مني بيبقى اغلى من الاسود، فانا بزود من اللون الاسود هو الرخيص وبقلل من الاربعه لون او الثلاثه لون اسف السي ام واي اللي هم اغلى. في نفس الوقت طبقات الحبر بتبقى اقل سمكا، ثباتيه الالوان بتبقى احسن، الريجستريشن بيبقى احسن، استهلاك الحبر عامه بيقل جدا وبتبقى مهمه جدا من كل ناحيه. بتساعد كمان على سرعه الماكينات لان كميه الحبر الموجوده بتقل، الجفاف بيبقى اسرع، ممكن اخش في مراحل التشطيب والتجليد بشكل اسرع. اخر خبر النهارده عندنا حاجه مهمه، ان الاحبار بتاعت ماكينات الاوفست ابتدت تتباع في كارتريج، في عبوات، مش في العلب اللي احنا كنا بناخدها دي ونطلع منها بقى بس كده ونحط في القلمايه او في خزان الحبر. عملوا احصائيه مهمه جدا انه في 20% يعني خمس الحبر اللي موجود في عبوة الحبر لا يستخدم، بسبب حضراتكم عارفين احبار الاوفست بتجف اساسا بالاكسده، وبالتالي لو انا فتحت العلبه خدت شويه وبعدين قفلت الهواء دخل بيعمل قشره، القشره دي بشيلها بلاقي لسه في بواقي بشيل تاني. فكل مره كده بتلاقي في الاخر الاحصائيه قالت طبعا في شركه عندنا سنتين الاحبار، احنا مش عايزين نعمل دعايه للشركات لكن هي دي اللي ابتدت الحته دي، لما عملوا في كارتريج وكاوتج بيضخ الحبر بقى 98% من الحبر اللي موجود في الكارتريج بستخدمه. يبقى شوفوا من 80 بقينا 98. كل دي طبعا فلوس واقتصاديات وتوفير. الحته دي في منها 8000 وحده في العالم، يعني الناس ابتدت تستخدم الكارتريج ده اللي بخ الحبر وضخه. طبعا عايزين نقول برضو في مطابع كبيره بيبقى عندها مخزن او خزان للحبر وبتبتدي تبخ منه عبر مواسير لحد المكنه، فده برضو هنا بيبقى على طول مفيش اي هالك للحبر. يعني شكرا لحضراتكم، وان شاء الله في لقاء تاني نكمل مع بعض باذن الله. شكرا، سلام عليكم.